الإعلام والرأي العام. بدأت حملة ردع الإرهاب بتاريخ 4 حزيران 2020 في الجغرافية الممتدة من ريف الحسكة الجنوبي من منطقة الدشيشة المتاخمة للحدود العراقية والممتدة إلى تخوم منطقة الباغوز متماشية مع نهر الفرات والخابور في ريف دير الزور. وانتهت مرحلتها الأولى بتاريخ 10 حزيران 2020 وبتنسيق عسكري بين قواتنا والحكومة العراقية وبمشاركة قوات التحالف لتأمين المناطق الحدودية والحفاظ على السلم الأهالي وتأمين حياة الناس من هجمات خلايا داعش التي ازداد نشاطها مؤخرا، حيث مشطت قواتنا ما يقارب 175 كيلومتر طولا و60 كيلومتر عرضا، شملت أكثر من 150 قرية ومزرعة، وداهمت قوات الكوماندوس والتحالف 56 موقعا وهدفا لخلايا داعش. وخلال عمليات المداهمة والتمشيط ألقت قواتنا القبض على 110 إرهابيا ومشتبه به بالتعامل مع الخلايا، كما واستولت قواتنا على كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة من بينها مسدسات بكواتم صوت، وضبطت كميات من المواد التي تدخل في صنع المتفجرات وكميات كبيرة من مواد متفجرة محلية الصنع. خلال عملية التمشيط تعرضت فرقة من قواتنا لمقاومة من إحدى الخلايا وتعاملت قواتنا معها بشكل عسكري وتمت السيطرة على الوضع، ولا يوجد خسائر أو إصابات في صفوف قواتنا خلال فترة الحملة. القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية.